يفقد الندري بهذه الطريقة، ولكن لأنه أحمد الندري هو اللي شابوه بلال علام. يا سلام يا سلام يا سلام، الزمالك متصدر الترند في المركز الخامس بالدوري المصري الممتاز. يا سادة، الزمالك حتى مباراة حرس الحدود كان حارس الدوري فعلا، من بعد مباراة حرس الحدود ما حرش لسانه، الدوري هرب منه، بداية من مباراة أسوان والحشيش والمنشطات والذي منه، وقول زي ما تقول على الذي منه. الزمالك بيعاني في الفترة الأخيرة من الدفاع. إيه قصة أحمد فتوح وعبد الله جمعة؟ رغم إن أحمد فتوح وعبد الله جمعة اعتذروا لمرتضى منصور في مؤتمر أمام الملايين، ومرتضى منصور قبل الاعتذار بتاعهم، رغم ذلك الإيقاف مستمر على أحمد فتوح وعبد الله جمعة. إيه جرم أحمد فتوح وعبد الله جمعة ما دام اعتذروا وقبلت الاعتذار؟ ليه الإيقاف مستمر عليهم والزمالك بيمر بفترة حالقة في زمن الزمالك كله؟ الزمالك خاض مباريات المفروض أحمد فتوح وعبد الله جمعة يكونوا من ضمن صفوف نادي الزمالك. قابلت بيراميدز، قابلت الاهلي، هتقابل فيوتشر، قابلت المقاولون العرب، خدت نقطه على حسابك، صعدت للمركز الرابع، نزلتك انت للمركز الخامس. ايه قصه احمد فتوح وعبد الله جمعه؟ يا ريت نفهم مالهم، حصل منهم ايه جرمهم في حق نادي الزمالك. اللاعبين دول عنصرين لو غابوا عن نادي الزمالك، الزمالك في غيبوبه. عنصر منهم غايب غصب عنه للاصابه، الونش ربنا يشفيه. أحمد فتوح غايب ليه؟ أحمد فتوح اعتذر لمرتضى منصور ليه؟ لا في منشطات ولا في مخدرات ولا في الذي منه. طب اعتذر ليه؟ طب موقوف لحد دلوقتي ليه؟ والزمالك في أشد الاحتياج إليه. أسامة نبيه ضحوا بيك عشان خاطر فريرة، ولما مشوا فريرة بيضحوا بيك تاني. ما هو المنطق ما يقبلش إسماعيل يوسف يكون مدير كورة في الزمالك وحضرتك أسامة نبيه مدير فني. المنطق يقبل حسين ياسر المحمدي ومحمد صبري مساعدين مدير فني وانت تكون حضرتك المدير الفني. انما المنطق ما يقبلش ابدا انك انت تكون مدير فني أسامة نبيه واسماعيل يوسف مدير الكرة. لك الله أسامة نبيه ضحوا بيك مع فريرة وحاليا بيضحوا بيك. لك الله جماهير نادي الزمالك. ومش هتكلم اكتر من كده عشان خاطر الزمالك داخل على بطولة دوري أبطال أفريقيا وربنا يوفقهم إن شاء الله، ولكن مش باين توفيق عشان خاطر في حاجات معتمة في نادي الزمالك لازم الكل يفهم فيه ايه. الناس دي ما زالت موقوفة ليه؟ عبد الله جمعة واحمد فتوح. لك الله جماهير نادي الزمالك.